السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي هيلث دايت. ان شاء الله غدا نبدا معكم واحد سلسله من وجبات يوم كامل من الصيام المتقطع بالنسبه للناس اللي باغيين يطيحوا الوزن، الناس اللي عندهم مقاومه الانسولين، الغده الدرقيه، وكذلك تكيس المبايض. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش يطبقوا الصيام المتقطع، الصيام المتقطع هو اننا كنصوموا 16 ساعه داخله فيها 8 ديال السوايع ديال النعاس، وكتبقى 8 ديال السوايع هي اللي كناكلو خلال هذيك 8 ديال السوايع. كناخدو اما 2 الوجبات او 3 ديال الوجبات، ويفضل انكم تاخدوا 2 ديال الوجبات. من بين فوائد ديال الصيام المتقطع هو اننا كنقص الوزن، كيتقاد لينا السكر في الدم، كنزيدو من قتل الخلايا السرطانيه، فهو مفيد بزاف وخاصنا ندخلوه في الحياه اليوميه ديالنا. واليوم ان شاء الله غدا في هذا الفيديو غدا نشارك معكم اليوم ديالي من الصيام المتقطع. واول حاجه كنبدا بها فاش كان اليوم ديالي من الصيام المتقطع، فاش كنفيق كناخذ كاس ديال الماء كبير، كنضيف عليه قطرات ديال الحامض، هذا اختياري، اللي بغى يضيف الحامض يضيفو، اللي ما بغاش ناخذه من كوب تحت الكوبين ديال الماء على الريق. وهنايا مع ديك العشرة غدا ناخذ المكمل ديالي، غدا ناخذ هذا المكمل شيلاجيت. هذا المكمل زوين بزاف، غني بالمعادن، مفيد للناس اللي عندهم مشكل ديال نقص المعادن الحديد والمغنيسيوم، فهو زوين بزاف. وفيه كذلك حمض الفوليك وحمض الاوميك اسيد. كناخدو غير هاد الكميه القليله وغادي نديروه في الماء حتى يذوب لينا. الى لقيتوه سائل كيكون احسن. وهذه هي الوجبه الاولى ديالي اللي غادا تكون من بعد 18 ساعه ديال الصيام. هنا خديت واحد البصله خضريه مع شويه ديال الزبده، غادا نشحر هذيك البصيله في هذيك الزبده، وغادا نضيف عليها هاد الخضر الورقيه، هادو الوراق ديال البروكولي، تقدروا ديروا هادو، ديروا السبانخ، ديروا هذاك السلق. المهم الخضر الورقيه بصفه عامه زوينه اننا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا، وخصوصا في الصيام المتقطع اننا نبتعدوا شويه على الخضر النشويه، يعني بحال البطاطا، الجزر، هادو كلها خضر نشويه. هاد الخضر الورقيه كتكون غنيه بالفيتامينات، وكذلك فيها واحد النسبه عاليه من المغنيسيوم. وصافي هنايا غادا نشحر هاد الخضر اللي عندي، غادا نضيف عليها واحد الفص ديال الثوم، وغادا نضيف مليحه، وهادوك التوابل غادا نضيف الكمون. المهم التوابل اختياريه، انا كنضيف الكمون وشويه ديال التحميره، شويه البزار، ونخلط هاد الخضر اللي عندي حتى تشحر ليا. راه بالزربه كطيب ما كتاخذش وقت بزاف. ومن بعد غادا ناخذ 3 ديال البيضات. انا فاش كندير صيام متقطع لمده طويله ضروري كناخذ واحد الكميه كافيه من البروتين. وبالنسبه للناس اللي باغيين يطيحوا الوزن وكان عندكم الوزن عالي، من الاحسن انكم في الاول تبداو بكميه عاليه ديال البروتين. البروتين ضروري للعضلات ديالنا، اننا ما نفقدوش العضلات ديالنا، اننا كنفقدوا الوزن ديالنا بطريقه صحيه، ما كيكونوش عندنا دوك الترهلات اللي كيبقاو عندنا من بعد ما كنفقدوا الوزن. انا الحمد لله ما عنديش وزن زايد، ولكن باش نحافظ على العضلات في الجسم ديالي، العضلات هما الجسم. صافي هنا انا خديت 3 ديال البيضات، ضفتهم على هذيك الخضر اللي شحرت، كتجي زوينه بزاف هذه الفطيره. هذه هي الوجبه الاولى ديالي، كنت خديتها مع الوحده. ودابا غادا ندوز للوجبه الثانيه اللي غادا تكون كرات ديال سمك السردين. كيجيو زوينين بزاف هاد الكرات ديال السمك بهذا الصوص. كناخذ فيه كندير فيه الفلفله حمراء مع بصله، وكنطحنهم في هذيك الهشوار او لا قطعوهم رقاق وخليهم حتى يتشحروا مزيان، عاد باش نضيفوا عليهم مطيشه وباقي المكونات. وكنتمنى انكم تشاركوا في القناه فضلا وليس امرا، واللي عنده شي سؤال ولا على الصيام المتقطع ولا كيفاش نطبقوا الصيام المتقطع، ولا الناس اللي باغيين يطيحوا في الوزن، خليوا لي الاسئله ديالكم في التعاليق، ومرحبا بالتعاليق ديالكم وبالاسئله ديالكم. صافي هنا غادا ندير هذيك اللي قطعت، وغادا نضيف عليه شويه ديال زيت الزيتون،
وبالنسبه للدهون الصحيه ضروري اننا ناخذ واحد الكميه كافيه من الدهون الصحيه باش ما يجيناش الجوع يعني في الفتره اللي اننا كنصوموا فيها، حيت اننا غادي نحيدوا النشويات البسيطه يعني بحال الخبز البطاطا الحلواتي انكم تقدروا تاخذوها. تقدروا تاخذوا الجزر كذلك، الخضر اللي ما فيهاش واحد النسبه ديال النشويات عاليه. هنا خديت واحد 150 غرام ديال الكفته ديال السردين، ضفت عليها الثومه والقزبر، وكنا كنعرفوا الشرمونه ديال الحوت العاديه كنا كنديروها. صافي هنا خديت الثومه والقزبر والحامض الخرقوم السكينجبير التحميره الكمون، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي باغيين يطبقوا الصيام المتقطع، الناس اللي عندهم الوزن زائد وباغيين ينقصوا ما عرفوش كيفاش ينقصوا، انكم تطبقوا تبارطاجيو معاهم هذا الفيديو. صافي هنا غادا نخلط هذاك السمك ديالي مع ديك الشرموله اللي ضفت ليه. بالنسبه للنظام عندنا خصنا يكون عندنا نشويات، دهون والبروتينات. اللي غنركزوا عليه هو الدهون الصحيه والبروتينات. بالنسبه للنشويات ناخذ النشويات في وجبه واحده، الا كنا كنديروا جوج الوجبات اننا ناخذوها اما في الوجبه الاولى ولا الوجبه الثانيه. هي يفضل انكم تاخذوها في الوجبه الثانيه باش في الوجبه الاولى ما تطلعش لينا الانسولين. نقدروا ناخذوها في الوجبه الثانيه، ناخذوا النشويات اللي كتكون نقيه بحال البطاطا حلوه. ناخذوا بالنسبه للناس اللي ما قدروش يحيدوا الخبز انكم تقدروا تاخذوا شويه من خبز دقيق القمح الكامل او الشعير او الشوفان. ويستحسن انكم في الشهور الاولى من تطبيق الصيام المتقطع انكم جدا تبعدوا على القمح الشعير، حيت هادو المؤشر الجلايسيمي ديالهم طالع، وبالتالي كيطلعوا لنا السكر في الدم وغيبقى يجيكم الجوع. هنا خديت انايا بطاطا حلوه مع جزره وضفتهم لهذاك الصوص. غادا نضيف عليهم القزبر، وغادا نضيف لهم تما شويه ديال التوابل. كيجي زوين بزاف هاد الطاجين ولا مقيله ولا كيجي زوينه بزاف. تقدروا الا ما عندكمش بطاطا حلوه تقدروا ديروا بطاطا العاديه، او لانكم ديروا الكره ديال السمك بوحدهم وديروا معاهم الرز ولا ديروا معاهم الشوفان. مهم النشويات اللي صحيه. صافي هنا غادا نكور هاد السردين اللي عندي، راه كيجي بنين هاد الطاجين. وغادا نزينو بهاد الفلافل. انا خديت فلفله صفراء فلفله خضراء. ان شاء الله غادا ندير معكم يعني 30 يوم من الوجبات، اليوم كامل من الصيام المتقطع. فلا غتكون عندنا 60 وجبه، يعني غادا ندير جوج وجبات. انا كناخذ جوج الوجبات في النهار. وهنايا غادا نضيف هاد شويه ديال الزيتون مع شويه ديال الحامض، وغادا ندير معاهم واحد السلطه اللي غناخذ فيها هنايا مطيشه الخيار، داكشي اللي متوفر عندكم ديروه. مطيشه الخيار الفجال الجزر الباربه. بالنسبه للخضره خضراء كولوا فيها، هذيك ماشي مشكل اننا ناخذوا السلطه ديالنا. وكل ما كثرتوا من الخس والورقيات حتى هي زوينه بزاف، يعني كتعمر لنا المعده وغنيه بالالياف. صافي وغنضيف عليهم هاد البصله خضاريه. غادا نضيف هاد النص ديال لافوكا، والافوكا مهمه وبزاف انكم تدخلوها في النظام الغذائي ديالكم، لان فيها دهون صحيه وكتعطينا واحد الاحساس بالشبع لمده طويله، انكم ما كيجيكمش الجوع. صافي ضفت عليها واحد القطرات ديال الحامض. غادا نضيف هاد الجزره، انا كيعجبني الجزر في الشلاضه كيجي ديك القرمشه ديال الجزر. غادا نضيف الملح وزيت الزيتون ونخلط. وهذه كانت هي الوجبه الثانيه ديالي.
هادشي كله ماشي ليا بوحدي، يعني كما قلت لكم كاينين هنا جوج ديال الاشخاص. وكنتمنى انكم تطبقوا الصيام المتقطع وتهلاو في صحيحتكم.